الفيديو ده انا هقعد النهارده احلل شارت اليو اس 30 او اليو اس ستوكس، وهحلله معاكم زي ما اكون انا بحلله لنفسي بالظبط. لان انا كل فيديو بقول لكم يا جماعه انت لازم تقعد في اول الاسبوع تشوف الشارت بتاعك او الكي ليفلز اللي انت متوقع انك تشوفها في البرايس اكشن بتاعك في السعر. فلما افتح الشارت بتاع اليو اس 30 قلت لكم اول سؤال لازم تساله لنفسك قبل ما تعمل اي حاجه، بالذات في فتحة يوم الاثنين، ان الاسبوع ده هيبقى اكسبانشن هيتمدد لفوق ولا لتحت ولا هيفضل مكانه. ده اول سؤال تسأله لنفسك، وعشان تجاوب على السؤال ده بتعمل اللي احنا بنعمله دلوقتي ده. احنا بنعمل ايه؟ بنشوف ايه الكي ليفلز اللي ممكن السعر يحب يوصل لها، وهنشوف بعد كده الرياكشن بتاع السعر في الكي ليفل ده. هل بيحترمه؟ هل مش بيحترمه؟ هل في التايمنج بتاعنا؟ هل مش في التايمنج بتاعنا؟ هو ده اللي بيخليك بعد كده تاخد القرار انك تخش صفقة بيع او شراء. فبنبتدي بالتحليل الاسبوعي، لان هو ده الهاي باور، ده اللي عليه الاثوريتي القويه قوي انه يحرك السعر. فلما لو انا قاعد بحلل اليو اس 30، طبعا انا بحلل اليو اس 30 قلت لكم قبل كده عشان انا بحب اليو اسات، انا بحب اليو اس ستوكس عامه. بس طبعا اللي عايز اي حاجه تاني يكتب لي في الكومنتس، وانا ما عنديش اي مشكله نقعد نعمل شارت تاني ونقعد نحلل مع بعض ونشوف ايه الكي ليفلز ان البرايس ممكن يروح لها، ونشوف الردات فين، ونشوف لو هنخش صفقه هنخشها منين، ولو هنطلع منين. فاتح قدامي دلوقتي الشارت الاسبوعي بتاع اليو اس 30، وطبعا النهارده يوم الاثنين 18 3. فلما اشوف انا الشارت بالطريقه دي، انا اول حاجه تيجي عيني عليها الاسبوع اللي قبليه. الاسبوع اللي قبليه اللي اول حاجه احددها هي الهاي واللو بتاعت الاسبوع اللي قبليه، لان دي بتبقى مناطق سيوله. وبانها مناطق سيوله فاكيد السعر هيستهدفها. اكيد الاسبوع ده احنا هنروح يا اما ناتاك الهاي بتاعت الاسبوع اللي فات، يا اما اللو بتاعت الاسبوع اللي فات. طب ده بناء على ايه؟ بناء على فتحه الاسبوع. بعد كده بتشوف الويكلي بروفايل. ما تنسوش يا جماعه ان الاسبوع ده فيه خبر مهم، هو خبر الاف او ام سي، وهو اعلان سعر فائده البنك الفيدرالي. وانا عامل ليه حلقه ان شاء الله يوم الخميس، نشرح فيه ايه الاف او ام سي وازاي تتريد الاف او ام سي. بس احنا دلوقتي في التكنيكال اناليسيس بتاعنا. فانا عندي دول تو كي ليفلز انا بشوفهم. لو والله لو احنا في يوم الاثنين والثلاث لقيته فيري بولش وراح استهدف الباي سايد ليكويدتي بتاعت الاسبوع اللي فات، يبقى انا هنا قدامي حاجه من الاثنين: هنتظر اشوف هل هيستهدفها ويبتدي يعمل بريك في الماركت ستراكشر ويعكس، ولا ناوي يكمل طلوع. طبعا عشان اعرف حاجه زي كده، طبعا شمعه الويكلي، شمعه الاسبوع اللي فات لازم تحدد عليها كي ليفل مهم جدا، وهو نص الوكايه بتاعت الاسبوع اللي فات، اللي هي دي. ده كي ليفل مهم جدا لازم تبص عليه وانت بتتريد، او انت في صفقه، او انت هتخش صفقه. لان نص الوكايه دي احنا بنعتبرها، او البرايس بيروح لها از جاب، كانها بالظبط جاب في السعر. فاما بيحب السعر يروح لها يعمل عندها اعاده تسعير وبعد كده يرد، يا اما السعر بيروح لها ويستخدمها بعد كده از منطقه دعم، يعني يسند عليها وبعد كده يكمل طلوع. عشان كده احنا بنشوف الكي ليفل ده ونشوف البرايس هيأكت ازاي عنده، عشان ده بتبقى كي ليفل مهم جدا. خصوصا ان هي لسه جوه الرينج بتاع الاسبوع اللي فات. فلما اشوف انا الرينج زي كده، طبعا بما اننا يوم الاثنين اليوم بادي يعني، او فتحه الاسبوع بادئه فيري بولش في حاله صعود، فهي اوريدي قربت على الجاب او نص الوكايه بتاعت الاسبوع اللي فات. فمن هنا انا هستنى هشوف البرايس هيعمل ايه عند الجاب دي. وزي ما قلت لكم انا عندي طبعا الباي سايد ليكويديتي او مناطق السيوله بتاعت الاسبوع اللي فات، اللي فوق واللي تحت. دي اعتقد ان هي طبعا مستهدفه من الاسبوع ده، ان السعر هيروح لها ويحاول يخترقها. طبعا ده كده بالنسبه للشارت الاسبوعي. فالشارت الاسبوعي كده انا مستني ثلاثة ليفلز مهمين جدا: الليفل اللي فوق، باي سايد ليكويديتي اللي فوق، والسيل سايد ليكويديتي اللي تحت، ونص الوكايه. ونص الوكايه دي هتحدد لي حاجات كتير قوي في خلال اليومين اللي جايين، او في خلال الاف ام سي. ممكن النهارده او بكره بالظبط هنعرف هيعمل ايه عند الوكايه. فده بارت، ده جزء. ننزل بقى على الديلي. طيب الديلي بيقول ايه، او الديلي فيه ايه؟ الديلي فيه الكي ليفلز اللي احنا حاطينها طبعا على الويكلي انا سايبها.
دي الباي سايد، انا لسه مش كاتب عليها، بس دي الباي سايد ليكويديتي ودي السيل سايد ليكويديتي. وادينا هنا عند نص الوكايه بتاعت الويكلي. خلي بالكم هنا في طبعا زي ما انتم شايفين في كده فوليوم امبالانس كده على الديلي. فوليوم امبالانس دي انا قلت لكم قبل كده خلي بالكم منها، لان دي بتبقى مناطق السعر بيحب يروح لها قوي. فزي ما انتم شايفين هي كمان جايه مع نص الوكايه بتاع الاسبوع اللي فات. فشايفين الفوليوم امبالانس هي منطقه فاضيه ما فيهاش اي شموع، زي ما انتم شايفينها هنا في الفيديو هنا. فزي ما انتم شايفين البرايس نزل، كان في حالة هبوط اليومين اللي فاتوا، والنهارده فتحة الأسبوع الجديدة كان في حالة صعود. بيغطي إيه؟ بيغطي الفوليوم امبالانس دي، الجاب اللي هي موجودة ما بين الشمعتين دول، بلس إن الفوليوم امبالانس دي آخرها في النص الوكايه بتاعت الاسبوع اللي فات. عشان كده بقول لكم الليفلز ده مهم جدا. فاحنا مستنيين ايه دلوقتي؟ طبعا يوم الاثنين ده مش تريدنج داي، يعني محدش بيتداول يوم الاثنين يعني، او ينصح دائما انك ما تعملش تريدنج يوم الاثنين، لان لسه ما عندكش انسايتس عن بقيه الاسبوع هيمشي ازاي. وبلس اسبوع زي الاسبوع اللي احنا فيه ده، لان هيبقى فيه خبر ام سي بيحرك الماركت بطريقه غاشمه شويه، بيبقى الفولاتيليتي عاليه قوي. فلازم تستنى تشوف ايه اللي هيحصل. يعني انت لو ان انت هنا بتتصيد بتشوف الليكويديتي ايه البرايس بيستهدفه، وتكون راكب معاه في الصفقه بتاعتك. فبيننا يوم الاثنين كان زي ما انتم شايفين كده، يوم الاثنين كان فيري 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 بولش، او في حاله صعود قويه جدا، عايز يغطي الجاب اللي موجوده هنا. طبعا النص الوكايه بتاعت الاسبوع اللي فات. طب انا مستني ايه هنا على الويك، على سوري على الديلي؟ انا مستني اشوف البرايس لما يوصل للكي ليفل ده، هل هيحترمه ولا مش هيحترمه؟ هيحترمه دي معناها ايه؟ يعني هيحترمه يخبط فيه وبعد كده انزل على اللو تايم فريم اشوف فيه شيفت في الماركت ستراكشر ولا لا، ولا هيكمل ومديني شيفت في الماركت ستراكشر، فكده اعرف ان انا مكمل ايامي كلها بولش، وهطلع هيستهدف الليكويديتي بتاعت الاسبوع اللي فات، الباي سايد اللي فوق. ممكن دي وممكن دي كمان، بتاعت الاسبوع اللي قبل اللي قبليه. فانت عندك كده تارجت، عندك كده رؤية الاسبوع ماشي ازاي، الايام ماشية ازاي. فانت مستني تشوف الاول هل الكي ليفل ده هيحترم ولا مش هيحترم. لو يحترم يبقى انت عندك كده السيناريو البروبابيلتي الاعلى ان هو ينزل. طب لو ما احترمش يبقى السيناريو الاعلى ان هو يطلع لفوق ويهانت الباي سايد الليكويديتي. خلينا ننزل على الساعة، على التايم فريم الساعة، ونشوف شكل الشارت عامل ازاي. زي ما انتم شايفين انا سايب طبعا تعليمة الفوليوم امبالانس اللي على الديلي علشان تبقوا كلكم شايفينها يعني. وشايفين ان البرايس حصل له هيوج دروب على ال1 اور، وبعد كده حصل ريتريسمنت، طلع بيغطي الفير فاليو جاب الصغيره دي. فير فاليو جاب هي جاب اللي ما بين ثلاث شمعات، اخر الشمعه النازله دي مع اول الشمعه اللي طالعه دي. شايفين ان البرايس او السعر راح دخل جوه الفير فاليو جاب ده. دلوقتي الكلام ده بيحصل لايف دلوقتي يا جماعه. فاحنا عرفنا ليه البرايس مثلا هانت هنا السيل سايد ليكويديتي على اللو تايم فريم على ال1 اور. شايفين هانت السيل سايد ليكويديتي هنا. الناس اللي حاطه ستوب لوز بتاعها هنا هعمل لها هانت. بعد كده عمل هنا، شايفين ده الماركت ستراكشر اللي انا بتكلم عليه يا جماعه. عشان عشان كده بقول لكم ان اللغه مهمه جدا. ده شيفت في الماركت ستراكشر، يعني نزل هانت السيل سايد ليكويديتي، وبعد كده شيفت في الماركت ستراكشر طلع بكل غشوميه اهو. وبعد كده رجع رد تاني هنا. اللي عايز يخش صفقه بقى بيخش يستنى لغايه ما البرايس يا اما يسند على شيفت في الماركت ستراكشر، وبعد كده يستهدف الفير فاليو جاب هنا. يعني دي ممكن تبقى تريدت النهارده، بس طبعا بما ان يوم الاثنين آه، مش محبذ ان انت تتريد فيه، فدي برضه حاجه بتقعد تبص انسايز هتشوف البرايس هيحصل فيه ايه لغايه بكره في فتحه نيويورك سيشن. لان فتحه نيويورك سيشن لو لقيته احترم الجاب دي وابتدى يرد من عندها، فاحنا غالبا مش هنطلع لفوق. طب لو ما احترمهاش وكمل وكسر الفير فاليو جاب، يبقى احنا لسه هنطلع نشوف في هنا باي سايد ليكويديتي، الناس حاطه ستوب لوز هنا. وهنا اخر او دي نص الويكلي جاب، وهنشوف ساعتها البرايس ازاي عندها، هل هيطلع يلمسها ويرد، ولا هيكمل ويكمليت وبعد كده يكسر ويطلع. طالما عرفنا ان هو يكسر ويطلع يبقى هو كمل ايه، طلوع، وعايز يجيب الباي سايد ليكويديتي بتاعت الاسبوع اللي فات. ده كده وانا قاعد بالظبط مع نفسي وقاعد بعمل اناليسز واشوف البرايس بيحصل فيه ايه. ده اللي انا هعمله مع نفسي بالظبط، يعني انا اللي بعمله مع نفسي بعمله معاك.
الهدف من ده ايه؟ زي ما قلت لكم، الهدف من ده عشان تعرف بعد كده اسبوع